مساء الخير على حضراتكم. مبروك للنادي الاهلي يا جماعه، الفوز الاخير على سيراميكا. معلش طبعا أنا متاخر، المفروض كنت اكون معاكم من كام يوم ولكن كان عندي حاله وفاه. فمبروك للنادي الاهلي وان شاء الله الدوري في الجزيره. عايز بس اشوف اخبار نادي الطموح، ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك؟ امبارح بتتعادل مع فاركو، نتائجك بقت نتائج هزيله، خلاص ما عادش موجود. انا اقول لك ايه اللي حصل. اللي حصل ان ملك اللعبه اذا حضر سقطت الملايين وسقطت المكايدة وسقطت الطموح ويسقط كل شيء أمام ملك اللعبة وأمام جمهور الكيان الأهلاوي. خلاص نتائج هزيلة، النادي الأهلي عدى عمل لك هشاشة في العظام، خلاك فقدت تركيزك وما عادش موجود. وده الطبيعي، واسأل اللي قبلك. النادي الأهلي دايما لما بيعدي على حد ويدوس عليه نتائجه بتبقى نتائج هزيلة، خلاص بيتهز. النادي الأهلي طبعا مش أي حد. حاجه سريعه يا جماعه، ان شاء الله الدوري في الجزيره باذن الله. حاجه سريعه بالنسبه للصفقات يا جماعه. الصفقات اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، معلومه ومؤكده، النادي الاهلي في حاله تكتم شديد بسبب صفقات بتفشل، بسبب الاعلام وبسبب الصحفيين والاجتهادات بتاعت الصحفيين والنقاد الرياضيين ووكلاء اللاعبين، ولاعبين بيتسوق نفسها. وده حصل في اكتر من فتره انتقالات، والنادي الاهلي تقرص من الموضوع ده. كلمه من على لسان مسؤول كبير جدا 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 داخل النادي الاهلي، ان النادي الاهلي يا جماعه حاطط عصفوره تحرك الاعلام، تحرك الصحفيين، وتحرك وكلاء اللاعبين، واي حد مفكر ان هو رايح لصفقه النادي الاهلي بيشتغل فيها فدماغه تروح لمكان تاني. تحياتي ليكم، وان شاء الله لو في اي جديد